البداية من القصر الملكي بالرباط، حيث ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. في بداية أشغال هذا المجلس استفسر جلالته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام وتحسين أوضاع مربي الماشية. في هذا السياق أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. كما استفسر جلالته السيد وزير التجهيز والماء حول نسبة ملء السدود وأثر ذلك على الوضع المائي ببلادنا، حيث أبرز الوزير بأن معدل ملء السدود يصل حاليا إلى 40.3%، وأن هذا الارتفاع يتيح تعبئة 6,700,000 متر مكعب من المياه، أي ما يساوي استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب. إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. كما صادق جلالة الملك على 4 مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة. صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية، منها 8 اتفاقيات.